نجيب اي صفر تمام نمسك كده نعمل ايه طبعا صفر بيوصل على ان شاء الله ان شاء الله باذن الله حاجه شكلها في الاخر فوت عليه نسك فتره ما فتحش الله ولا كويس خلينا نشغله حاجه بص 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 على عندنا جدا 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 في الوان ازرق واحمر وكذا يعني بس بص على ما شاء الله يعني احنا هنعمل كده بعد كده بص ان شاء الله خد وقت بدا فيها بقى مش هشتغل بس شطه في نقطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجديد يا جماعه عندنا اهو، الجديد وصل ما شاء الله. قعدة تورته ستانلس محترمه، حاجه كده ايه، شغل فاخر من الاخر. بصوا بقى نفتحها مع بعض كده. طبعا هي لسه واصله، فقلت لازم ايه نشوفها مع بعض ونشوف الشياكه والجمال ده. بصوا يا جماعه جايه بقى عامله ازاي. ده القرص بتاعها اللي فوق اهو، ده العمود بتاعها. طبعا تقيله ما شاء الله وخامه محترمه قوي. ودي القاعده بتاعتها تمام. تتركب بقى ازاي يا جماعه عشان بقى ايه اللي هياخدها يعرف ان هي سهله في التركيب اصلا. يعني بناخد العمود ده بتاعها كده وبنلفه هنا اهو. سهله جدا على فكره، يعني مفيهاش اي مشكله. خد تمام كده. بس كده يا استاذ. وبنجيب بقى ايه القرص اللي فوق اهو، بنركبه كده اهو تمام. وبنمسك هنا ونلف ده لغايه لما نلاقيه ايه ربط معانا خالص تمام كده. ونيجي بقى نبص على القاعده بتاعتنا. بصوا يا جماعه ما شاء الله، بصوا السرعه ما شاء الله، قوه الا بالله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. حاجه كده شغل فاخر من الاخر. بصوا عامله ازاي ما شاء الله. في كاوتش هنا عشان ايه تمسك في الرخامه بتاعتك او في الترابيزه بتاعتك ما تتزحلقش، وما شاء الله تقلها كويس. والخامه بقى مش عايز اقول لكم حاجه كده تحفه. بصوا يا جماعه، بصوا السرعه ما شاء الله، لا قوه الا بالله. طبعا هي دي سعرها ايه غالي شويه، بس بصراحه يعني خليتها فيها اهو. بصوا يا جماعه عشان ما تقولوش بس الاسعار ايه اهو، ده سعرها اهو تمام كده. وبرضك ما نسيناش جبنا لكم برضك قاعده كويسه جدا جرانيت وحاجه تحفه. بصوا يا جماعه بقى القاعده دي محترمه جدا جدا جدا. فيها الوان بقى ازرق واحمر وكذا لون يعني. بس بصوا سرعتها برضك ما شاء الله، يعني عايز اقول لكم ما تختلفش عنها حاجه. بصوا بقى، وبرضه الكاوتش من تحت. وعايز اقول لكم هي اتقل من الستانلس ما شاء الله، تقيله. وبصوا السرعه، بصوا عامله ازاي ما شاء الله. بس طبعا دي ارخص من الستانلس يا جماعه. جبنا لكم بقى كدر مربع بيتفتح ويتقفل. برضو حاجات كده محترمه قوي. بصوا يا جماعه، وارتفاعه يعمل لك سبونشيه عاليه. بصوا الارتفاع قد ايه ما شاء الله. بصوا يتفتح بقى ويتقفل على المقاس اللي انت عايزاه بالظبط لغايه لما يوصل المقاس دوت. لو عايز تعملي تورتايه صغيره كده ممكن تعمليها تمام كده. ده برضو ما شاء الله وخامته كويسه جدا، ستانلس محترم قوي. بصوا يا جماعه بقى، انا عاجبني قوي 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 القطاعات دي ما شاء الله بتاعه الملكه. ده بسكوت يا جماعه. بيتعمل ازاي بقى؟ ده عباره عن جزئين القطاعه ديت. اول حاجه احنا بنعمل ايه البسكوت يا جماعه، بنقطعه بالقطاعه ديت تمام كده. بعد كده شايفين الاشكال دي، بنصب بقى فيها شوكولاته تمام، وبيطلع عليها الاشكال دي وبنسيبها تنشف زي الترانسفير بالظبط تمام كده. وكنا واخدينها حاطينها على ايه، على قطعه البسكوت اللي احنا عملناها بنلزقها عليها. بصوا الرسمه بتاعتها زي الرسمه دي كده اهي. شايفين البسكوت عامله ازاي؟ زي البسكوت المستورد بالظبط اهو. بصوا عجبني جدا جدا الفكره بتاعتها، وبصراحه حلوه. وصل بقى يا جماعه الميزان الحساس دوت، ده بوزن لغايه 10 كيلو من اول جرام ما شاء الله. خامته تحفه تحفه. وبعدين بقى في ميزه يا جماعه، يعني مش بيشتغل حجاره بس، بيشتغل بحجاره وفي مكان للادابتور، ان ممكن نجيب له ادابتور ونركبه عليه تمام. ما شاء الله خامته كويسه جدا. معانا بقى يا جماعه بقى ايه البشبولي دوت، او اسمه ولاعة تحمير ايا كان بقى اللي احنا ايه
نسميه ده يا جماعه عشان ايه؟ نشتغل بيه في الحلويات، نسخن بيه، نحرق بيه حاجه من فوق على الوش، نكرمل بيه حاجه. ده بينفع جامد جدا جدا في شغل الحلويات معانا. ومعانا بقى يا جماعه بقى ايه؟ الصغير الالومنيوم ده 30 في 40 ما شاء الله، حاجه كده خامتها عاليه جدا 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 ما شاء الله. بصوا عامل ازاي، وبعدين ما فيهوش اي الحامات. ده اسمه مكبس ما شاء الله، جميل جدا. وطبعا بقى جبنا ايه؟ المقاس الكبير 40 في 60 يا جماعه. ده بقى ينفع معانا بقى ايه؟ شغل العزومات بقى، تمام. ولو هنعمل بقى حلويات بقى ايه بكميات، كنافه، جلاش، بسبوسه، وعندنا عزومه. وطبعا داخل علينا شغل العيد، الكعك والبسكوت والبيتيفور. ده بقى طبعا مش عايز اقول لكم خيال في التسويه. بصوا يا جماعه عامل ازاي، الخامه عاليه جدا 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 ما شاء الله، والتقل ما شاء الله تقيل وتحفه. طبعا معانا اكياس القماش بقى اللي هي بتاعت الحلواني، عشان نشتغل بقى بلح الشام وبسكوت وبيتيفور ونولع الدنيا. ومفرش السيليكون يا جماعه بقى، ده بيقطع عليه عجين ونفرد عليه. وده ممكن برضه تخش الفرن معانا شغال. وفي بقى قطاعات الدوناتس، دي اللي هي البلاستيك، ودي اللي هي الايه المعدن الستانلس، ودي عصيان البوبس بقى اهي معانا. كورنيه كنافه، عشان نعمل احلى كورنيه كنافه بقى ايه في رمضان ان شاء الله. ربنا يبلغنا رمضان ويعود علينا بخير ان شاء الله وعليكم ان شاء الله بامر الله. بصوا يا جماعه تحفه ده بقى. طبعا قطعت الكوره هي جت لسه برضك ايه عدناها تاني اهي. وقطعت السحاب والبرواز بقى اهو. وجبنا لكم بقى السيليكون بتاع السابليه. بصوا يا جماعه ده يتعمل بقى فيه السابليه ويخش الفرن كده اهو، تحفه. ده اللي هو الكبير شويه، وده الميني بتاعه. عايز اقول لكم جميل جدا جدا ما شاء الله، وخامته تحفه. وطبعا ما نسيناش بقى المنقاش، جبنا لكم منقاش ستانلس محترم بتاع روكي. عايز اقول لكم تحفه، المنقاش ده تحفه يا جماعه. وبصمه الكعك الستانلس، تمام. كل سنه وحضراتكم طيبين. ونختم بقى بايه؟ ترند دبي. بصوا بقى جبت لكم بقى حاجه لترند دبي، قالب قد ايه ما شاء الله، كبير جدا. بصوا قد ايه يا جماعه، كبير. ده عايز اقول لكم يعمل شوكولاتايه مثلا حوالي مثلا 200 جرام، ربع كيلو، حاجه ما شاء الله. شكلين. وعايز اقول لكم العمق بتاعهم كويس جدا، عميق شويه وتحفه، وخامته جميله جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.